صباح الخيرات والبركات ونعيم الحياة ونعيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. آه، جالي سؤال فبيقول لي هو يعني ايه إرادة يا كوتش هيثم؟ يعني ايه إرادة يا كوتش هيثم؟ الإرادة إن حضرتك آه، تخلق الطريق لتحقيق ما تريد. الله 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 الله. الإرادة أن تخلق الطريق لتحقيق ما تريد. طب تالت كده معلش يا كوتش هيثم. الإرادة حضرتك أو حضرتك بتخلقي الطريق لتحقيق ما تريده، لو كل شيء حضرتك بتريديه أو كل شيء حضرتك بتريده. الإرادة هي طاقة أيضا. وعلى فكرة هناك إرادة لتحقيق شيء إيجابي، وهناك إرادة أيضا لتحقيق شيء سلبي، كل متوقف على النية. وقلنا إن النية بتاعتك آه، هي تخيلك عشان تحقق نية معينة، إن أنت أولا بتبدأ تتخيل وقوع وفعل الشيء، ثم يحدث السلوك لتحقيق هذا الشيء. آه، فبتتخيلي حضرتك الشيء اللي انت عايزاه، او حضرتك الشيء الذي تريده. ثم بعد ذلك يبدأ عملية الأكشنز أو السلوكيات لتحقيق هذا الفعل. قلنا إن الإرادة هي طاقة بتصدر وبيصدر عنها مسارات ودوائر طاقية آه، بتبدأ حسب الفكر بتاعك وحسب الموتيفيشن أو التحفيز بتاعك أو بتاع حضرتك. بناء عليه بتبدأي طريق الحياة، وينجذب كل شيء بناء على هذه المسارات الطاقية أو هذه الدوائر الطاقية التي تصدر بناء عما بداخلك. لأن احنا قلنا قبل كده إن الواقع ما هو إلا وقوع كل شيء بداخلك إلى الخارج. فبتنظري الشيء اللي انت شايفاه والواقع اللي انت عايشاه ما هو إلا الأفكار والمشاعر بتاعت حضرتك. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين.